لو كان راجل خليه يحاول يجي البيت كده وانا هطلع ده. كان كلام الست تحية كاريوكا لما بلغت الشرطة إن في واحد بيتصل بيها وبيهددها بالقتل وإنها لازم تجهز له 200 جنيه بعد ساعة واحدة بس. والست مريم فخر الدين لما برضه اتصلت بالشرطة وقالت لهم إن في واحد بيهددها بالقتل. مصايب وكوارث وفزع في البلد كلها بسبب شخص واحد بس. طب مين الشخص ده وإيه هي حكايته؟ تعالوا بينا نشوف في الحكاية من البداية. الحكاية بتبدأ معانا من سنة 1920 لما شاب مصري من هنا قرر إنه يسيب مصر خالص ويدور على أكل عيشه بره، ولقى إنه ممكن يروح لبنان ويبدأ فيها شغل واستقرار جديد، وفعلا يسافر ويروح يستقر في مدينة طرابلس اللبنانية، لبنانية مش ليبية. أمين سليمان عمل شركة شحن بضايع وشركته بدأت تكبر، وواحدة واحدة الفلوس بدأت تزهزه في إيده وعيشته ترتاح، فيقرر إنه لازم يكمل نص دينه ويتجوز. يا ريتك ما عملتها يا أمين. ويتجوز أمين سليمان وربنا يكرمه ويخلف قرطة عيال، 5 بنات و3 ولاد، واللي منهم بطل قصتنا النهارده محمود أمين سليمان. وبما إن الأب كانت عيشته ارتاحت والفلوس جريت في إيده، فقرر إنه يعلم ولاده أحسن تعليم ويدخلهم أحسن مدارس زي بتوع الساحل الشرير كده اللي بيرطموا انجلش طول اليوم حتى مع بتاع الدليفري. بس التعليم ما كانش جايب همه مع محمود، وكانت في دماغه حاجة تانية خالص شغلاه، اللي هو إحنا معانا فلوس وأي حاجة بنحتاجها بنقدر نجيبها. فين الأكشن في كده؟ مفيش متعة. أنا محتاج شوية أدرينالين. وفعلا في الوقت ده بيبدأ محمود في عالم الجريمة بتاعه من وهو لسه حتة زئرت صغير لا راح ولا جه وعنده 7 سنين، ومش يسرق براية ولا جمعة من واحد زميله، لا ده راح يسرق 4 خيارات. ده ايه النتانة دي يا ابني، انت جعان؟ لا بس ده خيار لبناني. وتعرف الست المحترمة أمه باللي عمله، وكأي أم مصرية تروح رناحة متعلقة يحلف بيها العمر كله. بس البعيد كان جبلة ولا بيحس، راح عامل سرقة تانية ليه، بس المرة دي سرقة على أصوله، وراح سارق 4 بنادق من الجيش الإسرائيلي من المخزن بتاعه. ده انت وطني جدا. المهم الموضوع اتطور معاه اكتر وبدأ يدخل واحدة واحدة في سكة العصابات، وفعلا انضم بعدها لعصابة متخصصة في سرقة الفلل بتاعت الناس الأغنياء، التخصص مطلوب برضه. وفي الوقت ده يتقبض على محمود وهو لسه عنده 9 سنين، وبما ان سنه كان لسه صغير فالشرطة قالت نسيبه يمكن الشيطان لعب في دماغه، وقرروا ساعتها انهم يسيبوه ويسلموه لابوه يعاقبه بمعرفة. بس محمود يتهد بقى ويسكت ابدا، يرجع تاني للعصابة والموضوع يتطور معاه اكبر بكتير. ندخل ليفل الوحش بقى. الشيطان لعب في دماغ العصابة كلها وقرروا انهم يسرقوا الفيلا الخاصة برئيس لبنان السابق واللي كان في الوقت ده كميل شمعون. وساعتها قتلوا البواب بتاع الفيلا وهدك يا فكيك. وازاي بس يا شبر ونص تطلع اجمد مني بجد مش هزار، ده انت لو تربية اشارات مش هتطلع بالمنظر ده. وبعدها يتقبض على محمود، بس المرة دي دخل السجن، اللي هو يا ابن اللذينه بقى احنا سيبناك وادينا لك فرصه تانية تقوم راجع بنفسك. وساعتها استاذ امين ابوه حس بالخطر على نفسه وعلى عيلته وقرر انه يصفي كل شغله في لبنان ويرجع على مصر تاني. اهي العيال اللي مش متربيه دي هي اللي بتجيب لاهلها العار وهم قاعدين في مكانهم. بس الواد محمود ده كان سفيوف كده وبيقدر انه يغير ملامحه ويغير في شكله تماما، ما هو عيشته كلها في لبنان، اصل تغيير الشكل كله. وساعتها هرب من السجن واتنكر ورجع على بيت اهله. بس لما رجع على بيت اهله عارف انهم طفشوا منه وسافروا على مصر، فيقرر انه يروح وراهم على مصر عشان يتجمع مع عيلته تاني. يا حبيبي ده هم هربانين منك اصلا، الرقم غلط يا عماد. ولما وصل محمود على مصر وبعد فتره ابوه فني خمال لانه كان متحسر على دنيته اللي صفاها في لبنان. الله ينتقم منك يا محمود. وساعتها يقرر محمود انه يبيع نصيبه من ورث ابوه ويسافر على كام بلد تانية كده واللي كان من ضمنهم لبنان، ما بتحدش لا. وبعد ما خد لفته في كام بلد كده وبعد كام سنة قرر انه يرجع تاني على مصر، بس المرة دي لشخص تاني خالص، شخص مثقف اكتر، ويرجع على القاهرة ويفتح دار نشر خاصة بيه هو. ايه هيتهد وربنا يهديه كده؟ ده عايز يكون قريب من أثرياء القوم، المطربين بقى والملحنين والممثلين وغيرهم كتير، ويبقى عنده في الوقت ده 2 صحابه صحفيين بيعرفوه للمجتمع كله على إنه الدكتور محمود اللي ساب شغل الجامعة وقرر إنه يفتح دار نشر. وفعلا بتبتدي هنا علاقته بالمطربين زي عبد الحليم حافظ والشعراء زي كامل الشناوي وصحفيين فنيين كتير جدا زي مصطفى أمين. وتبتدي هنا سلسلة جرايم محمود واللي كان أولهم
فيلا امير الشعراء بتاعت احمد شوقي اللي لقى عنده تمثال ذهب على شكل نخله كان ملك البحرين مديهوله هديه، ولما يشوفها يقرر يفتتح اول سرقاته الفنيه بنخله. وبعد كده سرقات تانية كتير جدا في اسكندريه، واللي كان منها قصر المليونير ساهي باشا وقصر بولفار بتاع الغزل والنسيج، ويدخل على فيلا ام كلثوم ويقلبها كده على الماشي. ده كان ناقص يسرق قصر الكباب. وبعدين يا جدع انت ده انتوا بتتقابلوا في الحفلات. معلش دي نقره ودي نقره. وبما ان ما يجيبش الراجل على وشه غير الستات فيتجوز محمود من عواطف، بس بعد فتره يطلقها. ده انت طلعت قليل الاصل كمان، لان عجبته بنت تانية وكان عايز يتجوزها باي شكل من الاشكال، والبنت دي ساعتها اصلا كانت مخطوبه. فيعمل ايه؟ يدي لاهلها فلوس علشان تفسخ خطوبتها، وفعلا تفسخ. دي عيله واطيه دي. ويوم الفرح تجيله اخبار بان البوليس جاي يقبض عليه، فيخلع من الفرح مجمع الا موافق يا حمايه. دي شله ناس واطيه وقعوا مع بعض، وتيجي الشرطه وقتها تحذر عيله نوال وتقول لهم ان ده راجل حرامي، اوعوا ترموا بنتكم ليه. بس على مين؟ ده ساري عربي ده. ويرجع محمود بعد فتره ويغريهم بالفلوس، وساعتها نوال بتوافق قبل اهلها. اتلم تنتن على تنتون، واحد نتن والتاني انتن، ويتجوز محمود ونوال. بس بعد فتره من الوقت شاف ست تانية اجنبيه اسمها بيلا، وكان مفكر ان تحت القبه شيله، فقرر انه يوقعها في شباكه. بس مبروم على مبروم ما يرلش، طلعت افقر منه وكانت بترسم عليه انها غنيه علشان توقعه. شويه حورتجيه كده مع بعض. بس بما انها كانت ست جميله كده وعليه العين وهو عينه فارغه، اتجوزها وامره لله. وبعد فتره تعرف ان نوال لسه على ذمته، فتقول له طلقني، فيطلقها طبعا فقيرة. نيجي بقى لأخطر جزء في حكايتنا، ازاي محمود الحرامي اتحول لمحمود القاتل بعد حوادث السرقة الكتير جدا اللي محمود كان بيعملها، وطبعا كمان الشرطة اللي كانت بتعمل له كتير جدا ما بين هنا وهناك. الشرطة نجحت أخيرا في إنها تقبض عليه بعد 58 سرقة. بس ساعتها يكون عنده محامي صاحبه يقول له ما تقلقش خالص، هخرجك منها زي الشعرة من العجينة. وزي ما بنقول الحلو ما يكملش. حلو ايه ده؟ لا حلو ولا نيلة. المهم، ومحمود في السجن بتوصل له اخبار ان المحامي صاحبه اللي قال له هطلعك منها زي الشعرة من العجينة على علاقة غير شرعية بنوال مراته التانية. وطبعا يغلي الدم في عروقه، اللي هو انت بتنيمني يا متر عشان تخوني مع مراتي؟ امال لو ما كناش اصحاب، يعني واحد مصاحب علي علوكة واشرف كوخة، هيعملوا معاها ايه يعني؟ هيصلوا جماعة. ساعتها قرر انه يهرب من السجن عشان ينتقم من المحامي بدر الدين صاحبه ونوال مراته. ما هو كله الا الشرف يا ولادي. وراح رايح لبيت مراته في اسكندريه، واول ما شافها قدامه ضرب بالنار. بس الطلقه ما جاتش فيها هي، جت في اختها. ودي كانت اول جريمه قتل يعملها محمود. اللي ايه حوار قتل اخت الزوجه ده؟ هو سفاح يجيز عملها منه كوبي ولا ايه؟ ده كتالوج يعني نازلين بيه السفاحين؟ المهم صاحبنا اترعب وهرب قبل الناس ما تمسكه. في الوقت ده كان محتاج فلوس، فطلع على فيلا بوليفار زي ما قلنا قبل كده. بس من حظه الهباب ان واحد من الخدامين قفشه وحاول يمسكه، فضربه بالنار هو كمان وخلص عليه. وساعتها يروح طالع على بيت واحد من صحاب المحامي ويطلب منه عنوان المحامي اللي عمل له قرطاس. وصاحبه كان بيحاول ينكر كتير جدا، بس ما عرفش لما لقى المسدس على دماغه. هو اول ما لقاه عبيط كده قال له عارف، وراح عامل نفسه بيدور على العنوان وراح متصل بالبوليس ساعتها. وطبعا صاحبنا خاف وخلع، فوهو بيهرب لقى 2 خدامين قدامه، راح ممسي عليهم بطلقتين كده. وفي الوقت ده الجرايد ما كانش ليها سيره غير محمود، والناس كلها كانت بتتابع بشغف ولا كانهم بيقروا قصه ميكي. لدرجه انهم لما ما لقوش اي خبر عن السفاح وانه ولا حس ولا خبر لفتره، راحوا منزلين مانشيت طويل عريض كتبوا فيه السفاح في اجازه. محمود في الوقت ده كانت الدنيا ملطشه معاه على الاخر، وكان بيحاول يجمع فلوس من هنا ولا من هنا، لدرجه انه في مره دخل بيت علشان يسرقه، والست اللي فيه صحيت مفزوعه. قال لها ما تخافيش، انا بس عاوز 100 جنيه ابعتهم لعيالي، انا مش قتال قتله، انا بس مراتي خانتني مع المحامي وعايزه اقتلها الخاينه دي. الست قالت له بس انا يا ابني معيش غير 20 جنيه. قال لها رضا وشكرها وخدهم ومشى. وهو طالع من بيتها لقى علبه الصيغه بتاعتها، راح واخدها هي كمان، واللي كان فيها 3000 جنيه ذهب. المهم انه مع زياده الجرائم بتاعته ومع زياده السرقات اللي بتحصل والناس بتبلغ عنها، الشرطه ابتدت تشد حيلها اكتر عليه. فقرر انه يستغل الحلقه الاضعف في الموضوع، وهم الفنانين السيكي ميكي اللي بيخافوا زي مريم فخر الدين. بس وقع مع اللي ما بترحمش،
وقع ساعتها مع تحية كاريوكا اللي كانت مستنياه يجيلها عشان تديله بالقبقاب على دماغه. دي المعلمة تحية كاريوكا على سن ورمح. طبعا في ناس كتير جدا كانت بتستقبل مكالمات سواء من السفاح الحقيقي أو شوية مقالب الشعب المصري بيعملها. ومع القلق الزيادة اللي كان بيحصل جت سنة 1960 وقررت الشرطة ساعتها إنها تعمل مكافأة ضخمة جدا للي يبلغ عن مكان السفاح أو حتى يمسكه. وكانت المكافأة ساعتها 1000 جنيه من غير ضرايب ولا خصومات. وبدل ما الناس كانت خايفة ومرعوبة منه بدأوا بنفسهم يدوروا عليه بهمة ونشاط. وال1000 جنيه شوف كان يجيبوا كام كيلو لحمة وقتها. وتبدأ المكالمات ساعتها تون على الشرطة: أنا شفت السفاح في المكان الفلاني. السفاح أصلا صاحبي، بقولك إيه، أبويا هو السفاح. وما بين مكالمات جد ومكالمات اشتغالات الشرطة كانت بتاخد كل حاجة على محمل الجد لحد ما خنقوه ضيقوها قوي عليه، فقرر إنه يهرب من وجع دماغ المدينة ده ويطلع على الصعيد. ويشاور ساعتها العربية نقلة على السكة ويركب جنب السواق. وبعد ما السواق يدقق في وشه حبة كده يكتشف إن هو ده محمود أمين اللي مدوخ الدنيا كلها وراه، ويحاول إنه يمسكه بس ما يعرفش. وساعتها يهرب السفاح بالعربية وطبعا في داهية: أنا حي أنا حي. ويطلع السواق على أقرب مركز ليه ويبلغ باللي حصل. وبعد 19 ساعة بحث توصل الشرطة لمكان العربية ويلاقوا فيها هدوم السفاح، واللي هو سبتلكوا حاجة من ريحتي اهو عشان تتبكوا بيها. ويفضلوا يدوروا حوالين العربية ويجيبوا كلاب بوليسية علشان تشمشم في هدومه، واللي هو يلا كاتش كاتش. ويوصلوا للمغارة اللي مستخبي فيها في جبل حلوان. وتقريبا كده الخبر لما وصل للأهالي كان في حوالي 10,000 شخص واقفين قدام المغارة. وبدأ التفاوض ما بين الشرطة والسفاح: تسلموني مراتي اقتلها واخلص عليها، اسلم لكم نفسي عادي. ما هو بقول لكم ايه، كله الا الشرف. وتبدا بقى ساعتها معركه ما بينهم ويتقبض عليه. ويتعلن وفاه السفاح يوم 10 ابريل سنه 1960 ويندفن في مقابر الصدقه بمنطقه زنهم. طبعا قصه السفاح في الوقت ده كانت حاجه جميله جدا للسينما، واتعملت وقتها افلام ومسلسلات كتير جدا بتحكي عن قصص سفاحين سواء بقى كانت كوميديه او حتى دراما، زي فيلم الهروب بتاع احمد زكي اللي شبه قصتنا بحد كبير جدا، وفيلم شنب وفي المصيدة بتاع فؤاد المهندس الله يرحمه. واتعملت عليه كتب ومؤلفات بالزوفة زي كتاب سفاح من مصر لمحمود صلاح، واللي حكى عن السفاح ده بالتفصيل الممل. وفي النهاية خليني أقولك إن بعد السفاح ما اتقتل وفي التحقيقات مع مراته قالت لهم: أنا ست محترمة، ومش معنى يعني إن أنا فسخت خطوبتي الأولانية علشان محمود وفلوسه أبقى خونه. بقول لكم إيه، دي تهيؤات. وعلى رأي عمنا توفيق الدجن: أحلى من الشرف مفيش. أيوة. كانت معكم شروق السرفي في برنامج الحكاية من البداية.